ال10 ايام من ذي الحجه والاشهر الحرم على الابواب، ربنا بينزل لك رحمات. انا عايزك بس تتعرض للرحمات دي، لو عرفت فضل الايام دي ما هتسيبها. انا الفرج جالي في ال10 ايام دي، كنت لسه خارج من ليله القدر وعملت اقصى ما عندي في ال10 ايام من ذي الحجه. حلمت بسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قبل يوم عرفه وبعدها الفرج جه. شفت سيدنا النبي من هنا، الفرج جه من هنا. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. مفيش احسن من الايام دي تعمل فيها عمل صالح. احنا عندنا افضل ليالي السنه وافضل ايام السنه. افضل ليالي في ال10 ايام الاخر من رمضان وبتبدا من المغرب لحد الفجر. افضل ايام في السنه وهم ال10 ايام الاوائل من ذي الحجه من الفجر لحد المغرب. ان سيدنا النبي يقول لك دي افضل اعمال تعمل فيها عمل صالح، هو شايف حاجه. سيدنا النبي مكشوف عنه الحجاب، شايف الرحمات وهي بتتنزل، وقال لنا صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده. ايه العظمه دي؟ يتغفر لك سنه فاتت وسنه جايه، وده بالنسبه للي مش بيحج. انما اللي بيحج ذنوبه بترجع كما ولدته امه. ال10 ايام دي نزل فيها اخر ايه في القران في يوم عرفه في حجه الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النبي بلغ الناس إن كده الرسالة وصلت، ووصاهم بكذا حاجة، منها إن دماءكم عليكم حرام، واستمسكوا بالقرآن، واستوصوا بالنساء خيرا. يوم عرفة النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. أفضل وقت تدعي فيه هو يوم عرفة. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أنا سمعت من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فضل الأيام دي، قلت بس يعني دي أفضل أيام تعمل فيها عمل صالح، وأفضل دعاء يوم عرفة. خليت كل يوم ذكر. أنا عايز أقول أذكار كتير بس عايز أدي كل ذكر حقه. ربنا سبحانه وتعالى قال: اذكروا الله ذكرا كثيرا. ربنا يريد الكثرة، مش لازم عدد معين ولكن على قد ما تقدر. ربنا سبحانه وتعالى قال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عشان تفلحوا في الدنيا وفي الآخرة اذكروا ربنا كتير جدا. واللي بيذكر ربنا كتير ربنا بيذكره في الملأ الأعلى ويباهي بيه، واللي بيباهي بيه بيغفر له، واللي بيغفر له بيديله الدنيا والآخرة. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. برضو ربنا بيأكد على الكثرة، اللي هيذكر ربنا كتير هيغفر له وهيديله أجر عظيم. يعني كتر قد إيه يا رب؟ لقيت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: اللي هيلزم الاستغفار ربنا هيخرجه من أي مشكلة هو فيها وهيفرجها عليه وهيرزقه من حيث لا يحتسب. وده نفس الكلام اللي ربنا قاله: اللي هيذكر ربنا كتير ربنا هيذكره وهيغفر له وهيفلح في الدارين. ومن لزم يعني طول اليوم بيردد الاستغفار ولو في سره طول اليوم، لان ربنا سبحانه وتعالى قال: وسبحوه بكرة واصيلا. بكرة واصيلا يعني طول اليوم. فلقيت ان الاستغفار ليه فضل كبير قوي، والصلاة الابراهيمية وسبحان الله وبحمده احب الكلام الى الله وتاج الذكر خير ما قلت انا والنبيين من قبلي. فخليت كل يوم ذكر طول اليوم. قبل يوم عرفة حلمت بسيدنا النبي وما فيش، شفت سيدنا النبي من هنا وفرجت من هنا. ويستحب الصيام في الايام دي لان هي من العمل الصالح، ولكن يوم عرفة لازم تصوم. ربنا سبحانه وتعالى بيتنزل السماء الدنيا وبيباهي بعباده الملائكة. خليك في الوقت اللي ربنا بيباهي بيك تكون صايم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصوم الاثنين والخميس لاكثر من سبب، منها ان الاعمال بتعرض في الايام دي، وقال: احب ان يعرض عملي وانا صايم. بما ان دي افضل ايام السنه فاذا الاعمال مضاعفه لدرجه كبيره، واصلا ذي الحجه من الاشهر الحرم، الحسنات مضاعفه والسيئات مضاعفه. وحاول تصلي ال5 صلوات في الجامع على قد ما تقدر، بالذات الفجر، بالذات لو في مكه كمان عند الكعبه الصلاه ب100,000 صلاه. وجهز دعواتك ليوم عرفه. وكان في ملف دعاء اتكلمنا عنه قبل كده في ليله القدر، هسيبه في اول كومنت. واعرف ان هي خلاص هتفرج، ربنا اصلا بيحبك. جعل لك ليله القدر خير من 1000 شهر، وال10 ليالي الاخر من رمضان كل ليله عتقاء من النار. وليله القدر ليله بتتغير فيها الاقدار. وجعل لك ال10 ايام الاوائل من ذي الحجه الاعمال فيها مضاعفه لدرجه كبيره. وجعل لك صيام يكفر سنتين، وللحجاج بتتمسح ذنوبهم تماما. وفي الايام العاديه عموما ربنا سبحانه وتعالى بيتنزل في كل ليله في الثلث الاخير من الليل، بيقول: هل من سائل فاعطيه، هل من مستغفر فاغفر له. بل ربنا مدح فيهم والمستغفرين بالاسحار. ولو قعدنا نتكلم عن كل الرحمات مش هنعرف نجمعهم. ربنا رحمته سبقت عذابه، قال لنا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ربنا بيقول لنا: انا اريد بكم الخير مش الشر. اوعى الشيطان يضحك عليك ويخليك تيأس من ربنا وتسيء الظن مهما كان ذنبك، ان الله يغفر الذنوب جميعا. ومن ضمن الرحمات اللي ربنا سبحانه وتعالى بعتها لنا سيدنا النبي: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. وجعلوا الوسيط عشان ينقل لنا كلامه، وده اصطفاء عالي قوي. واوحي الي هذا القران لانذركم به ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ربنا أنزل لنا القرآن وقال لنا نعمل إيه عشان نسعد في الدنيا وفي الآخرة. لو بعدت عن القرآن ما تلومش إلا نفسك. اوعى تكون من اللي الرسول قال فيهم: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الرسول بيشتكي لربنا بيقول له: يا رب أنت أوحيت إلي كلام عشان الناس تتبع وتهتدي بيه، سابوه هجروه ولا كأنه نزل. وما تكونش من اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم: الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين. أمنوا ببعض الكلام وكذبوا ببعض الكلام. ربنا قال 4 مرات في سورة القمر نفس الآية، ودي حاجة غريبة.
عجيبة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ربنا يسر معاني وألفاظ القرآن عشان نفهمه، فهل من مدكر، فهل حد هيتعظ ويتبع ويمشي باللي فيه؟ انت بعدت عن القرآن وبتقول حياتي فيها مشاكل، المشكلة عند مين؟ طب ايه الفرق بينك وبين الكافر لما ده ما بيعملش بيه وده ما بيعملش بيه؟ انت بتقول ان انت مؤمن على اي اساس؟ عشان كده ربنا قال للأعراب لما قالوا احنا آمنا، قالوا انتوا ما امنتوش ولا حاجة، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هم بيقولوا ان احنا آمنا، ربنا قال لهم انتوا أسلمتوا بس انتوا لسه ما وصلتوش لدرجة المؤمن ولسه الإيمان ما دخلش قلبكم. انتوا حققتوا شروط الإسلام الخمسة ولكنكم ما حققتوش شروط الإيمان، وربنا قال ما دخلش الإيمان قلبكم، لأن الإيمان ما بيدخلش إلا قلب سليم، والقلب ما بيبقاش سليم ولو بذنب واحد بس من الكبائر مصر عليه. واعرف ان ما فيش حد يعدل على كلام ربنا، انت كده جعلته ند لله، جعلته إله، ده شرك. زي ما ربنا قال ان هم اتخذوا الأحبار آلهة من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الأحبار اللي هم العلماء. فعدي بن حاتم راح لسيدنا النبي قال له إن لسنا نعبدهم، احنا ما بنعبدهمش ولا حاجة ولا جعلناهم آلهة ولا حاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له مش حرموا لكم اللي ربنا حلله، مش حللوا اللي ربنا حرمه، عدلوا على كلام ربنا. يعني هم سابوا كلام ربنا ومشوا ورا كلام كنتوا؟ قال له بلى حصل. قال له فتلك عبادتهم. فإذا انت لو عندك مشاكل انت اتخذت القرآن مهجور. ربنا سبحانه وتعالى قال أفلا يتدبرون القرآن. فإذا الهدف مش القراية، الهدف التدبر. دي بالظبط رسالة من ربنا، ربنا مش بعتها لك عشان تقراها بس، ربنا عايزك تعمل بيها. ولله المثل الاعلى مع فرق التشبيه. انت مبعوت لك رساله على الموبايل، شغل الثلاجه وما تنساش تقفل البوتاجاز، فانت بتقول انا قريت الرساله، طب عملت باللي فيها؟ لا انا قريتها بس كذا مره، حفظتها صم. يا حلاوه النبي، انا مش بعتها لك عشان تقراها، شغلت الثلاجه ولا لا؟ والله احنا لو اتبعنا الرساله ربنا هيدينا خير الدنيا والاخره وهيجعلنا اقوى الامم. ربنا قال كده، فاعرف ان احنا بعيد قوي، ان الرزق عند ربنا، كل حاجه لازم اذن من ربنا، فربنا مسكه. اعرف ان في حاجه غلط، ما تحققلكش الوحده ليه طالما ماشي على كلام ربنا. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ما تيسرتش لليسرى ليه طالما انت بتقول ان انت بتسمع كلام ربنا؟ بل ربنا قال فسنيسره بسرعه. انت بس حقق شروط الاسلام الخمسه وحقق شروط الايمان بان انت تؤمن بكل اللي انزل في القران وتتبع اللي فيه وتبعد عن الكبائر وما تقعش في الشرك. ربنا بيقول لك هديك الدنيا والاخره. لما تقرا بقيه القران هتعرف ان ربنا قال الدنيا والاخره، يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى، لحد ما تموت، لحد ما عمرك يخلص. تخيل متاع ربنا عامل ازاي. انما مفيش متاع لا يعرف ان في حاجه غلط. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فانت شوف انت متيسر لايه، لليسرى ولا للعسرى؟ وعد ربنا حق وفاق السرعه في الاثنين. وخد بالك ان العاصي اللي عايز الدنيا بس ربنا بيديها له، انما اللي عايز الدنيا والاخره وبيسمع كلام ربنا، ربنا بيديله الدنيا والاخره. ده وعد ربنا وكلامه. انما متيسر للعسره لا، انت خليت بشرط، انت كده مش ماشي ورا كلام ربنا، انت ماشي ورا كلام حد تاني، لان ما تحققلكش الوعد ليه؟ ما جاتش عليك انت قال لك لا ده انا مش هحقق له الوعد. ربنا وعده حق واللي بيقوله بيعمله، بل وبسرعه. فسنيسره. الكلام ده انا كنت بقوله لنفسي بعد ما شفت رؤيه بعد رمضان ان سبب كل المشاكل اللي انا فيها الذنوب. قعدت ادور في القران عرفت ان المشكله كلها في الكبائر. ربنا قال ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وربنا قال اسمع بس الكلام فسنيسره لليسر بسرعه. فبقيت بقول انا لسه ما تيسرتش اليسر، يبقى انا لسه ما اجتنبتش الكبائر كلها، لسه بعمل كبائر لحد دلوقتي. دورت في القران على الكبائر لقيتهم كتير جدا، ولقيتني واقف كام واحده منهم فعلا، وقفتهم بفضل الله، ولكن برضه لسه الفرج ما جاش. قلت يبقى انا لسه بعمل حاجه، لان الواحد كان اشتغل. ربنا قال ان تجتنبوا، ابعد بس انت عن الكبائر، وقال فسنيسره لليسر، بسرعه هفرجها عليك. اذا انا لسه بعمل حاجه. واستخرت ربنا كذا مره لحد ما ربنا دلني على حديث قدسي بان انا لسه واقع في الشرك الاصغر، ولقيت عددهم 11، ولقيتني واقع في كام واحده فعلا، واغلبهم كان ظن ومؤمن بحاجه غلط. وقفتهم من هنا فرجت من هنا. الواحد اشتغل فعلا، قسما بالله وعد ربنا حق، كل كلمه ربنا قالها في القران حق. بقيت عايز اقول للدنيا كلها المشكله في الكبائر والشرك الاصغر. ال10 ايام دي انا شفت فيهم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وفرجت بعدها. اوعى تضيع ال10 ايام دي، وقول له يا رب دلني، ودور فعلا والله ما هيسيبك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قسما بالله وعده حق، إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.